السلام عليكم أصدقائي، أسعد الله أوقاتكم في كل خير. خبر مفرح للسوريين الحاصلين على كرت الهلال الأحمر التركي. طبعا هناك برنامجين، برنامج صوي وتي صوي. بخصوص برنامج تي صوي اللي كان قبل ياخذ 350 ليرة، صار حاليا ياخذ 450 ليرة، واللي كان برنامج صوي ياخذ 230 ليرة أصبحت 300 ليرة. هناك في إشكاليات بسيطة حدثت مع بعض الأشخاص، ولكن ما توصلنا للسبب، وراح نشرح طريقة الأخطاء اللي قامت تصير مع الناس. طبعا أنا صارت معايا بحد ذات هاي المشكلة. قبل تجي الزيادة كان يجينا لكل شخص 230 ليرة، فكل 3 أشهر بعد مرور شهرين والشهر الثالث ناخذ 1500 ليرة. هسه رغم الزيادة حاطينها 500 ليرة، الزيادة وين راحت ما نعرف. فطبعا احنا موضوعنا الأساسي انه أصحاب برنامج تي صوي وصوي، اللي كان ياخذ برنامج تي صوي اللي كان ياخذ 350 أصبح الآن بإمكانه يحصل على 450 ليرة، واللي برنامج صوي كان ياخذ 230 ليرة أصبح بإمكانه راح ياخذ أو راح يقدر يسحب 300 ليرة. طبعا أصدقائي احنا توقعنا الزيادة راح تكون أكثر بداية عام 2023، ولكن هذا اللي صار. طبعا الهلال ما نشر على صفحاته أي خبر بخصوص الزيادة أبدا أبدا، ولكن هذا خبر تم تأكيده من الأشخاص اللي تم سحب كروتهم. طبعا الصبح الساعة تقريبا 9 و10 بلشوا يسحبون أو فتحوا السحب على برنامج تي صوي اللي كان يعطيكم 350، لقوا بالكروت 450 لكل شخص من أشخاص العائلة. بخصوص التي صوي أجلوها، ولكن ما نعرف شنو أو شو سبب التأجيل. طبعا أصدقائي اللي وصلوا أو وصلته الزيادة يكتب لنا بالتعليقات إن كان برنامجك صوي ولا تي صوي، اكتب لنا كم إجت الزيادة، وإذا في مشاكل عندك نحاول نبحث عنها ونحاول نحلها بإذن الله تعالى. وفي النهاية أصدقائي ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.